بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى كل سنة وانتم طيبين، بنحضر لسفرة رمضان. جايين بصنف اللي هو المسخن الفلسطيني، من الأصناف الجميلة اللي بتتحط على السفرة. هتعجبك جدا ومية في المية هتعتمديها. معايا هنا اي كمية تعوزيها من الفراخ، سواء فراخ سليمة او صدور مخلية. انا عندي الاتنين هنا، جايبة الكمية. معانا ملح وفلفل، حبهان مطحون، ووحدتين قرنفل، ووحدتين كبابة صيني، وورق لورا، وبصل، ووحدة ليمون مجفف اللي هو بيسموه اللومي. خلاص. تبلي بقى الشوربة زي ما انت عايزة، يعني خليكها كده جميلة وريحتها حلوة، والطعوم اللي بتتحط فيها دي بتديها مذاق خاص، بتدي للفراخ مذاق خاص. حطي التوابل اللي انت بتحبيها. خلاص، حلو الكلام. حطينا بقى الفراخ في المية لما غليت، ونزلنا بالبصلة والبهارات بتاعتنا. سلقنا الفراخ دي كويس جدا وطلعناها تبرد على جنب. الكمية اللي انا عاملاها دي حضرت عليها حوالي كيلو بصل، لان المسخن بيحتاج بصل كتير. خلاص، انا جايبه هنا نص بانيه وحوالي 3/4 فرخه، فاحتجت على الكميه دي كيلو بصل. انتي قدري بقى كميتك بالتقريب كده. خلاص، عايزه تزودي عايزه تنقصي زي ما انتي عايزه. طبعا الجلد بشيله خالص، ما بخليهوش. وبقطع اللحم نساير كده زي ما انتي شايفه، بمنتهى السهوله. بس طبعا تستني لما يبرد. عايزين لحم صافي بيتقطع كده. وعندي هنا دوت الصدر اللي هو المخلي، اللي هو الصدر البانيه. انا هنا سلقته برضو، شايفين لازم يبقى دايب كده وتسويته حلوة جدا، وشارب طبعا من التوابل. الريحة في منتهى الروعة وجميلة جدا. واحدة واحدة كده وخلصي الكمية، وتعالوا نعمل البصل. البصل هقطعه دواير او حلقات رفيعة، ما تكونش تخينة. حاولي تقطعيها رفيعة خالص زي ما انا بقطعها كده. كمية البصل كتيرة شوية، بس طبعا بتدي مذاق. هي دي يعني روح المسخن الفلسطيني. أكلة حلوة جدا هتعتمديها، وجميلة جدا على سفرة رمضان. خلاص، البصل بيتقطع بالطريقة اللي انت شايفاها دي. هخلص الكمية واوريها لك. كده تمام. قطعنا البصل اهو. هننزل بيه بقى في شوية زيت كده معتبرين ومحترمين، حبة زيت حلوين. الوصفة الأساسية طبعا فيها زيت زيتون، بس طبعا يعني في مصر زيت الزيتون بيبقى غالي شوية، هنستعمل أي زيت. زيت ذرة، زيت عادي، خلاص يعني. بنحط ملح وفلفل، وبننزل ب3 معالق كبار محملين من السماق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. السماق بيتباع عند اي عطار، يعني مش حاجة نادرة ولا اي حاجة. وبيتحط كمان على الشاورما. خلاص. بعد كده البصل بيتدبل مع التوابل، بنزل بقى بالفراخ اللي انا قطعتها، وبقلب كل الكلام ده لحد اما يمتزج مع بعضه. بوطي بقى هنا النار، يا دوبك بس بقلبها، يعني بحضرها للحشو. خلاص. هنا بقى بالراحة كده، واحدة واحدة، تقلبي لي كل الكلام ده علشان يمتزج مع البصل. الفراخ تمتزج مع البصل بتاعنا. كده الحشوة جهزت. معايا بقى عيش الصاج، او العيش السوري، او الرقاق الطري اللي انتي تشتغلي بيه. ال3 متاحين، ممكن تعملي بيهم الوصفة. امسكي بقى صينية حلوة كده وادهنيها كويس، وتكوني في الفترة دي مولعة الفرن على درجة حرارة 180 يسخن قبل ما تحطي المسخن. خلاص. في هنا بقى طريقتين للتشكيل او للحشو. الطريقة الاولانية ان انا بجيب العيش على بعضه كده، وبقطعه نصين، وبعدين بحط النصين على بعض، وبقطعه 4/4، يعني من نصين ل4/4. دي الطريقة الاولانية. الطريقة اللي تعجبك اعمليها. عايزة تمزجي بين الطريقتين زي ما انا عملت هنا، ماشي، اعملي الشكلين، مفيش اي مشكلة. ومفيش اي فرق في التسوية طبعا او في الطعم. بتاخدي هنا ربع ربع. في ناس بتقسم الربع ده صغير قوي، انا ما بحبش كده، يعني انا بحبها مليانة شوية. الربع هنا كفاية حلو، يبقى وافي كده ومليان حشوة تعرفي تاكليه.
بحط بقى الحشوة عندي هنا وافرشها بالطول كده زي ما انتوا شايفين، بالطول كده بفردها، وبعدين اضم الجناب، وبعدين اعمل الرول بمنتهى السهولة. بس خلاص اول واحدة خلصت معانا. بس وانتي بتحطيها في الصينية الطرف ده يبقى تحت عشان ما يفكش، حطيه لتحت اهو. انا هحطه في الصينية والطرف بتاع الرول لتحت. هعمل معاكم واحدة كمان اهو، ربع الرغيف بتاعي، وهبتدي احط الحشوة. حاجة سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت في المطبخ ولا اي حاجة، يعني حاجة في منتهى الجمال وصنف جديد وحلو قوي قوي. خلاص كده دي الطريقة الاولانية. هنشوف بقى مع بعض الطريقة التانية للتشكيل، برضو طريقة سهلة، يمكن اسهل من دي كمان، طريقة حلوة قوي. بجيب هنا الرغيف سليم ما بقطعوش، وببتدي احط عليه الحشوة، بس اكتر طبعا شوية لانه الرغيف كبير. بعملها بالطول كده خلاص زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. وبعدين ببتدي بقى اعمل العيش دوت اسطوانة كده. بكتر الحشوة هنا شوية، يعني توصي كده وحطي الحشوة حلوة عشان يبقى الطعم جميل وباين. بعمله بقى هنا رول، بلفه كله على بعضه حتة واحدة. هنا بيبقى عندي بس طروف كده فاضية بشيلها بالسكينة بتاعتي، بشيلها كده، انا مش عايزاها عشان ما تتحرقش وتقرمش، ما تبقاش لذيذة وانت بتسويه. وتقطعيه قطع كده او صوابع. انتي بالنسبة لك الطريقة دي سهلة اعمليها، الطريقة التانية اعمليها اللي انتي عايزاه. دول طريقتين لتشكيل المسخن. وبرصه برضو في صينية مدهونة زيت، والحاجة بقى زي القمر كده وسهلة جدا. يلا بقى اعمليها. وممكن بعد ما تعمليها تفرزيها في اطباق في المرحلة دي، على اساس انك انتي تطلعيها وتسويها في الفرن بعد كده. خلاص بدهن بقى الصينية بنفس الزيت بتاع الحشوة، حطيت شوية زيت زودتهم، ودهنت بقى المسخن بتاعي. خلاص كده يدهن كله كويس، يدهن الوش حلو جدا قبل ما يدخل الفرن. طبعا احنا مولعين الفرن زي ما قلنا علشان هو بيدخل على فرن سخن، وخلي بالك ما بياخدش وقت كتير، يعني بياخد حوالي مثلا تلت ساعة كده او تلت ساعة و5 دقايق. خلاص هزوق بقى هنا الرولات بتاعت المسخن بشوية سماق، لان هو روح الوصفة هنا. التابل بتاع السماق هو ده اساس الطعم في الوصفة بتاعتنا. خلاص كده ازوقه بقى التزويقة التمام، وابتدي ادخله جوه الفرن. الصواني بتاعتي جهزت وفي منتهى الجمال. وزي ما قلتلك في المرحلة دي ممكن تفرزيه وتطلعيه فك وتحطيه في الفرن، تعمليه في اطباق فل كده. حطيه بقى في الفرن وخلي بالك ما يستويش يتحرق او يحمر. بمجرد ما الاقيه من تحت خد لون كده زي ما انت شايفة ويا دوبك اتلون من فوق بطلعه. لايك وشير وسبسكرايب لبيت ماما بطة. وكل سنة وانتوا طيبين، واعتمدي الصنف ده على سفرة رمضان، وتحياتي ليكم.